انت متضايق عشان شغال في وظيفة مرتبها قليل، بس مش واخد بالك ان فيه ناس كتير مش لاقيين شغل يتمنوا الوظيفة دي ومع ذلك راضيين وبيحمدوا ربنا. زعلان عشان ربنا رزقك بطفل شقي ومغلب ومش ملاحظ. انت متضايق عشان شغال في وظيفة مرتبها قليل، بس مش واخد بالك ان فيه ناس كتير مش لاقيين شغل يتمنوا الوظيفة دي ومع ذلك راضيين وبيحمدوا ربنا. زعلان عشان ربنا رزقك بطفل شقي ومغلب ومش ملاحظ ان في غيرك كتير بيتمنوا يكون عندهم طفل ان شاء الله يكسر البيت فوق دماغهم. مش عاجبك الميكروباص وما فكرتش في ناس بتروح شغلها مشي وترجع مشي عشان توفر أجرة الميكروباص اللي مش عاجبك. هتقول لي هو حرام اني اكون طموح وعايز الاكتر؟ هقول لك لا، مش حرام خالص، بالعكس ده مستحب. بس ده يحصل ازاي؟ بالشكر. ما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. كل ما تشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة يديك منها أكتر. بس يا جماعة الشكر حاجة والحمد حاجة تانية خالص. الحمد إنك تقول الحمد لله، أما الشكر إنك تعمل بيها. إداك صحة استخدمها في الطاعة وعمل الخير يضعفها ويحافظ لك عليها. إداك مال اشكره بإنك ما تصرفش منه جنيه في غضب ربنا يقوم يزيد. اداك ولاد ربيهم كويس وعلمهم كويس يبارك لك فيهم. هي دي الطريقة الصحيحة عشان تبقى من اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم وما تبقاش زي أستاذ أشرف جارنا. وكل سنة وانتم طيبين. أنا وانت وكلنا غرقانين في نعم ربنا، ولو عايز تعد تعال نعد. بس أنا مش هعد كل نعم ربنا عليك، لا، أنا هعد اللي في إيدك دلوقتي حالا وانت قاعد تتفرج على الفيديو ده. اداك النظر اللي تشوف بيه الفيديو، ادي اول نعمه. لا ومش اي نظر، ده انت شايفني كويس قوي وشايف هدومي والديكور اللي حواليا بالوانهم الحقيقيه، ما عندكش مشكله في الالوان يعني. ادي تاني نعمه. سامعني بودانك من غير مترجم اشاره يوصل لك الكلام اللي بقوله. ادي نعمه تالته. بتفهم الكلام اللي انا بقوله علشان عندك عقل يدرك ويستوعب. ادي نعمه رابعه. ممكن تطلع من الفيديو ده بمعلومه مفيده فتحفظها في عقلك وما تنساهاش، يعني عندك ذاكرة. ادي نعمة خامسة. ماسك التليفون اللي بتتفرج منه في ايدك، يعني عندك ايدين. ادي نعمة ستة. طب معاك فلوس تجيب تليفون اصلا وباقة نت كمان. ادي نعمة سبعة. تحب نكمل ولا كفاية كده؟ انا عن نفسي مستعد اكمل عد معاك للصبح ومش هنخلص. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما قالش نعم، قال نعمة. نعمة واحدة بس لو قعدت تعدها مش هتخلص. يبقى الصح واللي لازم يحصل إن يكون عندك شعور